بسم الله الرحمن الرحيم. هل ستنهار تونس؟ تونس كلها؟ تونس الخضراء؟ خبر مهم جدا وهو التالي: بتاريخ 14/4/2023 فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد مواطنيه الأسبوع الماضي حين دعاهم إلى التعويل على مواردهم الخاصة، مشددا على رفضه إملاءات المقرضين الدوليين في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على 4 سنوات لتونس. تمام. الرئيس التونسي قال إن الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد من التفقير مرفوضة. على فكرة، في أكتوبر تشرين الأول 2022 توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي قيمته حوالي 2 مليار دولار، لكن الصندوق له عدة مطالب متعلقة بالإصلاحات الاقتصادية كشروط لتقديم دعم مالي لتونس، وهي بين قوسين إملاءات يرفضها الرئيس. ما هي الإملاءات؟ هي عدد من الشروط اللي عادة تسمى برنامج إصلاحات أو برنامج الإصلاح المالي، منه خفض دعم سلع غذائية، خفض دعم الطاقة للمحروقات، إعادة هيكلة شركات عامة حوالي 100، خفض فاتورة الأجور العامة، يعني تخفيض أعداد الموظفين في القطاع العام. تمام. رئيس الدولة قيس سعيد شو قال؟ قال نرفض الإملاءات. سألوه وما هو الحل؟ قال الاعتماد على الذات. تونس بذكاء شديد لوحت بشيء بخلي الصندوق يعني يرج شوي إذا مش كثير، وهو أن الحكومة التونسية تدرس إمكانية التوجه إلى مين؟ إلى مجموعة بريكس. الجزائر بالمناسبة تخطو باتجاه البريكس، وقد تقدمت بطلب رسمي للانضمام لكتلة البريكس. خلينا ننتبه أنه الآن أصبح في عندنا خيارات. خلينا نذكر بعض أنه مجموعة البريكس هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. مجموعة البريكس تطرح نفسها كمنافس وند لمجموعة الجي 7 العظماء السبعة، وهم أمريكا، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان. بالمناسبة حكينا في فيلم ثاني قبل فترة أنه اقتصاد البريكس أكبر من اقتصاد العظماء السبعة. في عام 2015 أسست مجموعة البريكس بنك باسم بنك التنمية الجديد، مثله مثل البنك الدولي. فشو المشكلة؟ في عندنا بنك شبيه بالبنك الدولي، ومركزه الرئيسي ليس في أمريكا بل في الصين، وتحديدا في شنغهاي. ليش ما يتدخل في موضوع تونس وغيرها من الدول اللي بتحتاج إلى قروض تنموية؟ هذا السؤال تطرحه تونس على صندوق النقد الدولي. تونس لديها مشكلة أو مشكل باللهجة التونسية الجميلة، ومشكلها هو مشكل مالي. احنا بنقول مشكلة أو مشكلتها مشكلها هي مشكل مالي يتمثل حاليا في عجز الموازنة العامة نتيجة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات اللي منها فوائد الدين. لا تنسوا أن تونس خارجة من الربيع العربي وبتحاول توقف على رجليها بعد سنوات من سوء الإدارة الحكومية لموارد الدولة. لكن شو الخبر الجميل؟ نقلة نوعية من قبل تونس. شو القصة؟ اسمع. وتلقت آمال قرب، آمال مش واحدة، اسمها تلقت آمال قرب توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد دفعة قوية من تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس جوي هود، الذي قال أثناء لقائه الثلاثاء مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي. شو قال؟ قال إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم إلى تونس والعمل على إعادة النظر في شروط الموافقة على ملفها بصندوق النقد الدولي. حلو قوي. هذا إنجاز كبير لتونس في أنها تحصل على الدعم بدون، هو مش دعم، هو قرض بدون شروط. لكن هل وضع تونس فعلا باتجاه انهيار اقتصادي كما يدعي الكثيرون؟ خلينا نقارن وضع تونس مع دولة قريبة عليها اقتصاديا، يعني أو مثل الأردن، وهي قريبة جدا عليها من عدة نواحي. نأخذ تونس ونأخذ الأردن. تونس عدد السكان 12 مليون، الأردن 11 مليون وشوي. الناتج المحلي الإجمالي تونس 46 مليار، الأردن 48 مليار. حجم الدين العام تونس 34 مليار دولار، الأردن 55 مليار دولار.
نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي تونس 90%، الأردن 116%. نسبة البطالة تونس 15.2%، الأردن 23.1%. طيب نسبة البطالة بين الشباب تونس 38.8%، الأردن 50%. أنا بحب أمسي بالخير على الشعب التونسي العزيز وطمنه أنه وضعكم جيد وأموركم باهية باهية جدا مقارنة بدول أخرى، واللي بتواجهوه هو أزمة مالية صعبة، وأغلب دول العالم اليوم بتواجه أزمات ديون وسيولة، واللي بشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. توجه الدولة فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي توجه مهم جدا، لأنه بالفعل لا يجب أن يكون الاقتراض من الصندوق بشروط قد تكون على حساب السلم المجتمعي واستقرار البلاد ومستوى وجودة معيشة المواطن. للإجابة عن السؤال هل ستنهار تونس؟ مرة أستاذ جغرافيا بيسأل طالب أردني، والطالب مش محضر يعني الدرس، الأستاذ بيقول له أين تقع الأردن؟ فالطالب بيجاوب بيقول له الأردن؟ الأستاذ بيقول له أيوة الأردن، أين تقع الأردن؟ أين يقع الأردن؟ الطالب قال له الأردن لا يقع. هل ستنهار تونس؟ تونس بلد قوي وله تاريخ مشرف، وهو مهد الحضارة القبطية من حوالي 6800 عام قبل الميلاد، ثم تتالت وتوالت عليه الحضارات مثل الفينيقية والقرطاجية. على فكرة القائد العسكري التاريخي المشهور هانيبال هو قرطاجي واسمه حنبعل بن حملقار برقة، يعني معلش صلحوا لي التوانسة إذا قلت اسمه غلط. ولكن من أهم مقولاته إن لم نجد طريقا سنصنعه بأيدينا. هذا قائد عسكري جنن روما. تونس لن تنهار بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء تونس الغيورين. مش رايح أقول لكم يعطيكم العافية، لأنه بالتونسي يعطيك العافية معناها، أنا سمعته من واحد صديقي اللي عايش في تونس بيقول لي لا تقول لهم يعطيك العافية، يعني يولع فيك نار ولا لا سمح الله، يعني بديلها التونسي يعيشك، فيعيشكم جميعا ويعطيكم اللي يعيشك. السلام عليكم.